والله العظيم وخدها من أخوك كلمة، أقسم بالله وصدقني، والله لو إنك أنت آمنت بالله وبدأت تصلي واستقمت، أقسم بالله هتلاقي الأرزاق من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعالوا نتكلم عن موضوع الرزق. المولى عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أكثر المشاكل وأكثر الأحزان الموجودة في بيوت المسلمين النهارده بسبب موضوع الرزق. والله العظيم يا جماعة أقسم لكم بالله إن أسعد حياة أنا عشتها، أنا أقول لكم حاجات تجارب شخصية عشتها، والله العظيم كانت أسعد لحظات عمري يوم ما كنت أقعد مع الله يرحمها على الطبلية. أقسم بالله أنا الآن وأنا قاعد على السفرة ويقدم مثلا لي أشهى أنواع المأكولات، ما أشعر باللذة اللي كنت بحسها وأنا قاعد مع أمي على شوية فول كده وحتتين لفت كده معمولين في البيت ورغيفين والحمد لله، وناكل كان أشهى المطعمات في الدنيا. والله العظيم أسعد لحظات في الدنيا إن أنت تكون راضي عن حياتك، راضي عن ربك أولا سبحانه وتعالى. لو أعطيته في إيده 10,000 جنيه ولا كأنك اديته حاجة، كأنك بتقول له خد 10 سنة وربنا ييسر لك، يعني فاهم إزاي؟ هي دي المسألة، البركة والقناعة. القناعة كنز لا يفنى. فعلا إن واحد، ونرجع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا الحتة دي: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. الله، الإنسان لو توكل على الله، لو كان عنده يقين في الله، لو كان عالم يقين أن وفي السماء رزقكم وما توعدون، والله العظيم ما هيعطي الهم رزق أبدا، والله العظيم أبدا لا يمكن تجوع. حتى لو جوعت فده ابتلاء، واصبر واحتسب وابذل الأسباب، وإن شاء الله ربنا هيرزقك من حيث لا تحتسب. مشكلة المشاكل يا شباب إن كتير من الشباب هو عايز الرزق يجي لحد عنده، هو عايز اللقمة تجيله لحد عنده، هو عايز يفضل قاعد وكل حاجة تجيله لحد، يبقى قاعد شهادتك إيه؟ أنا راجل خريج هندسة، إن ما كانش يجيني شغل هندسة مش هشتغل. طب يا باشمهندس ربنا يبارك فيك، أنت لو اشتغلت في أي مكان لحد ما ربنا ييسر لك الوظيفة اللي أنت عايزها، هو ده حرام؟ إحنا يعني، وأنا أتكلم عن نفسي، أنا ما تركت أي عمل في الكون ده كله إلا واشتغلته طالما إنه حلال. كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك أنا اشتغلته. في مصر، في السعودية، في كل حتة اشتغلت كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. ليه؟ أنا كان لا يمكن أقعد أبدا بلا عمل أبدا، يعني حياتي كلها مقضيها كلها في العمل. ولما انشغلت بالدعوة وربنا أكرمني بنعمة الدعوة، ما فطرت أبدا عن الدعوة والتصنيف والكتابة والدعوة إلى الله وطلب العلم وهكذا. حياتك كلها لابد ألا تضيع. كنزك الحقيقي هو عمرك، اوعى تضيع عمرك. فما تستناش، ما تقولش انا مستني لحد ما يجي الوظيفه المناسبه. الوظيفه المناسبه مش هتيجي في يوم وليله، والحياه اللي انت بتتمناها مش هتيجي في يوم وليله. كتير من الناس بيقولوا سبحان الله من عجائب الاقدار ان الانسان وهو شاب لسه في ريعان الشباب وفي عز القوه والحيويه والجمال، تجد الدنيا مقطره عليه، مفيش، الدنيا واقفه ومفيش فلوس ومفيش حياه، ولما يبلغ سن 70 يبقى مليونير. فيقول سبحان الله، يعني ما كنتش هبقى مليونير وانا عندي 20 سنة كده واتجوز جوازة حلوة واعيش حياة جميلة واتمتع واقضي حياتي. هي اقدار الله عز وجل. اوعى تعترض، اوعى تعترض، لان العيشة الحقيقية والحياة الحقيقية في الجنة مش في الدنيا. والله العظيم الدنيا لا يبكى عليها ابدا ولا يبكى عليها الا انسان مش فاهم المسألة. معانا اتصال. السلام عليكم. كنت بس في موضوع الحلقة النهاردة كنت عايز اتكلم بس في نقطة. اتفضل بس اتفضل. هو انا كنت شغال قبل كده في شرم الشيخ، نعم وسبتها ورجعت القاهرة تاني. نعم فجالي شغل هنا في القاهرة، نعم بس المرتب قليل. نعم وجالي شغل في شرم تاني، بس المرتب ب 5000 جنيه في الشهر. نعم. فمش عارف اعمل ايه. خليك معانا في القاهرة. أهلا بيك في القاهرة. احنا ما نقدرش نستغنى عنك في القاهرة، طبعا. خليك في القاهرة، والبركة من عند الله سبحانه وتعالى. والله يا أخي العزيز ربنا يبارك فيك، والله ما بقت بالمبلغ ولا بالكمية ولا بالفلوس، والله بالبركة. اوعى تحسبها كده. عارف هقول حاجة زي خالص، أحيانا أنت ممكن تشتغل في شغلانة. أنا كان لي أخ حبيبي، كان الكلام ده من حوالي 7 سنين أو 8 سنين، كان مرتبه 400 جنيه وزوجته قاعدة في البيت، وكان يعني المرتب مقضي بس بالعافية، يعني هو يعني ايه الموضوع مش متظبط معاه شوية. فنزل زوجته واشتغلت وكده، وطبعا مرتبها الطبيعي بتاعه انه يبقى اعلى من الزوج، يعني لان كل اللي بيطلب الشغلانه او بيطلب موظفين بيطلبهم يا اما لازم نساء، ولابد ان تكون جميله المنظر ملفوفه القوام مشائبه الفلنكات، المهم يعني ايه، فمواصفات معينه كده. فراحت واشتغلت وبقت تقبض 500 جنيه. هو كان بيقضي 400 جنيه بالعافيه، بس بيقضوا.
بيقول لي بعد ما بقوا مرتبي على مرتبها 900 جنيه بقى مصاريفنا في الشهر 1200 جنيه، فبقيت استلف 300 جنيه. طب ايه اللي حصل؟ ما هي نفس الحياه، اتسلطت عليه ابواب من الانفاق هو ما يعرفش جات ازاي. سبحان الملك. احيانا انت تروح شغلانه وتقبض 400 جنيه وتلاقي الحمد لله الدنيا ماشيه ومفيش اي مشكله، مفيش عايه، الاولاد زي الفل سلام، مش محتاجين دروس خصوصيه، الزوجه راضيه بقليله. لو ورحت اشتغلت شغلانه ثانيه يكون فيها شبهه او حرام وبتاخد 5000 جنيه، تلاقي العيال كل يوم عيانين والزوجه تعبانه ومش راضيه وكل يوم لا معلش تيجي تشتغل في شغلانه ثانيه ب 5000 جنيه وتلاقي حاجات متسلطه عليك. الحاجات دي جت منين؟ ده مش عارف ايه وفلوس ومصاريف والعيال تعبانه والزوجه مش راضيه وهو نفسه عي في ايه؟ ومش معنى كده انا بقول لك ما تشتغلش في شغلانه فلوسها كتير، اشتغل بس احرص على ولذلك لما حد بيسالني انها تكون حلال. لما حد يسالني يقول لي معروض عليا شغلانه دي ودي ودي اشتغل في انهي فيهم؟ اقول له انهي اللي قربك من ربنا يقول لي دي، اقول له خليك فيها بس المرتب قليل ما تشغلش بالك ان شاء الله ربنا هيكرمك. واحد يقول لي انا معروض عليا ان اتجوز الاخت الفلانيه او الفلانيه او كذا، انا ما اعرفش الثلاثه، هو بيحكي لي مثلا دي اهلها مش عارف وضعهم ايه ودي كذا ودي كذا، انت حاسس مين فيهم اللي تقربك من ربنا؟ فلانه دي، بس هي اقلهم جمالا، ما تشغلش نفسك وارتبط باللي اقلهم جمالا دي طالما عندها دين. الحمد لله، فاظفر بذات الدين تربت يدك. حط ده مقياس في حياتك، افتح المحل ده ولا ده ولا ده، اللي يقربك من ربنا ايه ده خليك في ده، اعمل ده ولا ده ولا ده خليك في ده، اللي يقربك من ربنا خليك فيه. احنا بتوع ربنا، احنا عباد لله.